يا صباح السعادة والهنا وراحة البال على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. اليومين دول ساقعة، محتاجين حاجة تدفينا، محتاجين حاجة ناكلها جنب كوباية الشاي. أسعار الأفران بقت خيالية، تعالوا نعمل المنين أو الفريسكا بطريقة سهلة وحلوة خالص. معايا 3 بيضات عشان أنا هعمل 1.5 كيلو من الدقيق، عليهم كوباية من السكر وكوباية ونص من اللبن وكوباية ونص من السمنة او الزيت. تقدري تعمليها بزيت بس، وتقدري تدمجي ما بين السمنة والزيت. خلينا نقول احنا حطينا ايه في الكبة كده بالراحة. حطينا 3 بيضات، عليهم رشة فانيليا او سايلة او بودر، تمام، وكوباية من السكر وكيس لبن. انا حطيت كيس اللبن كله بحيث ان هو يطعمها ويديها إيه، يعني هشاشة وطعم حلو، وتبقى ايه يعني. اصلا اللبن ده ممكن انت تعجني بيه عموما عجنتك كلها. وحطيت هنا كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت، تمام. ان شاء الله تكون المقادير كده واضحة معايا. وهضرب كويس قوي لغاية لما لون الخليط بتاعي ده يبيض، عشان العجينة تبقى هشة معايا وتديني قوام حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله باذن الله في اخر الفيديو. حطيت طبعا نص كوبايه زيت وكوبايه سمنه. تقدري تبدلي تحطي كوبايه زيت ونص كوبايه سمنه، تقدري تحطي كوبايه ونص كلهم زيت. ما انصحكيش تحطي كوبايه ونص كلهم سمنه، نوعي ما بين السمنه والزيت. هنا بقول لكم ان انا الكبه بتاعتي 3 سلاح وانا شايله منها سلاح من ال3. هنا هحط 4 كوبايات من الدقيق. طبعا هو الكيلو ونص عندي هيكون حوالي 7 كوبايات او 7 كوبايات ونص. هنشوف هنحط ايه مع بعضينا كده. خلينا نشوف منسبقش الخطوات عشان مننساش حاجة، او نتقدم خطوة او نتأخر خطوة عن الفيديو. نزلت كده بالخليط السائل بتاعي المضروب كويس قوي في الطبق بتاعي، ونزلت ب4 كوبايات من الدقيق. هحط عليهم معلقة كبيرة، يعني معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وده بسبب ان طبعا الدنيا ساقعة. وهحط لبن بودر، وهحط خميرة، وهحط ذرة الملح. وكده بحب اقلب المكونات دي وبعديها اعجن. هجيب سباتيولا وهبدأ اقلب كده الدقيق مع الخليط السائل بتاعي لغاية لما اشوف هو هيحتاج دقيق تاني ولا خلاص كده. طبعا احنا حاطين 4 كوبايات بس، طبعا دي مقادير صغيرة على المعيار اللي احنا عاملينه، فرجعت زودت كوبايتين فبقوا 6 كوبايات. وطبعا لسه ناقص كوباية ونص تاني اهو حطيناهم. تمام كده. ان شاء الله تكون المقادير واضحة، وان شاء الله يكون فيديو ممتع بالنسبة لكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك لو اول مره بتشوفيني. انا اماني محمد وقناه اسمها مطبخ. لو عجبتك وصفه النهارده تقدري تجربي في نص كيلو من الدقيق، مش شرط تعملي كيلو ونص، هيطلع لك كميه حلوه على فكره. جربي في نص كيلو دقيق على قدك ببضايه ونص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من اللبن، وبرضو ممكن تستغني عن اللبن، تمام. ونص كيلو دقيق، وتقدري تعجني مكوناتك مع طبعا البيكنج باودر هتبقى نص معلقة صغيرة، وطبعا نص معلقة كبيرة من الخميرة، ده عشان برضو الجو ساقع. هنا لميت العجينة بتاعتي وعجنتها كويس قوي. هبدأ أقسم العجينة لنصين عشان تبقى على قد يعني ايديا، واعرف اتملك فيها واعجنها كويس قوي واللي هو قد ايه اخدمها في العجن يعني. نجاح العجين بتاعك بيظهر من العجن. كل ما عجنتي كويس كل ما اخدتي نتيجة كويسة، ويعني وعجينة هشة يعني. فاهماني؟ انتي اهم حاجة طلعي طاقتك كله في العجين. هتقولي لي انا ما بعرفش اعجن، هقولك مفيش حد في يوم وليلة اتولد بيعرف يعجن. انتي مرة هتجربي ومرة هتجربي وفي الاخر هتبقي محترفة. مفيش حاجة صعبة عليكي، انتي تقدري تعملي كل حاجة، وتقدري يعني تسهلي كل حاجة على نفسك، تمام. لو حسيت ان العجينة تخينة معايا كده انا وبعجن، بحاول ابلل ايدي بشوية مية، وابدأ انزل بيها في العجين بحيث ان العجينة تطرى معايا. العجينة بتاعت الفريسكا انا عايزاها تبقى طرية آه، معايا يعني. بصي هي مش ملزقة في الايد، بس انا عايزاها طرية وهشة. خلي دايما عجينتك اتعودي انك انت تعملي عجينتك تكون هشة معاكي، ما تبقاش مكبوسة، بحيث ان العجين المكبوس ده ساعات يعني ما بيرفعش، تمام. ومش هتلاقي ان هو من جوه حاجة هشة كده، لا انت هتلاقيه ان هو مكبوس يعني مش هيعجبك.
فانتي حاولي انك انتي كل مالك تخلي العجينة طرية، زي ما بوريكم كده قوام العجينة زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا كنت بعد ما سبت العجينة خمرت، وهبدأ كده نقطعها مع بعض بالراحة. طبعا انا يعني بسيبها يعني سبتها تخمر مثلا عشان الدنيا شتا، مثلا قولي ساعة ونص. تمام. طبعا حطاها انتي في مكان دافي وبعد كده ترجعي تقطعيها. هنا جبت جزء برضو كده من العجينة وبدأت كده افرده على المفرش السيليكون بتاعي. هجيب قطاعة وابدأ اقطعها، احاول ان انا اقطعها لاجزاء متساوية. هنشوفها مع بعض دلوقتي، وهبدأ كده ان انا الفها. هوريكي كده كذا طريقة لللف، وشوفي الطريقة اللي انتي مرتاحة فيها واللي ايديكي تقدر تتعود عليها او تاخد عليها، تقدري تستخدميها وتقدري يعني تشتغلي بيها. ممكن تفردي على المفرش السيليكون كده زي ما احنا شايفين، تبرميها على نفس المفرش، تمسكي اول الطرف وتلفيه، واخر الجزء بتحطيه من تحت. وتقدري برضو تفرديها على ايديكي، تبرميها بين ايديكي كده كأنك بتصبحي كفتة، لغاية لما تطول تجيبي الجزء التخين تبرميه، والرفيع تسيبيه لتحت. تمام. وتلفيها برضو على ايديكي او على المفرش براحتك على حسب اللي يريحك. ده هينفع وده هينفع. شوفي الطريقة اللي تريحك واعملي بيها. وعايزة اقولك ان الحاجات دي مبتجيش في يوم وليلة، بتيجي بالتعود او بالتكرار. كل ما كررتي كل ما هتبقى معاكي النتيجة افضل وافضل. هنا بنعمل الضفيرة كده مع بعضنا ونفردها، نفرد واحدة بسمك طويل كده اهو شوية، وبعدين نضفرها زي ما انتي شفتي كده معايا بالظبط. هبدأ كده اخلص الكام قطعة اللي انا قطعتهم دول معاكم، وبعد كده هخلص كمية العجين لوحدي علشان الفيديو ما يطولش عليكم وما بقاش صدعتكم بكلام كتير ملوش اي لازمة. زي ما قلت لك، لو عجبتك الوصفة قومي جربي في نص كيلو، مش هياخد منك حاجة. يعني الوصفة سهلة وسريعة وبسيطة، وفي نفس الوقت بتسهل عليكي حاجات كتير قوي. بصي دي طريقة تاني للضفيرة، تقدري تضفريها على المفرش السيليكون زي ما انا وريتك كده بالظبط. في كم معلومة كده حابة انصحك بيها. لو عندك دقيق بلدي اللي هو بتاع العيش الشمسي، ما انصحكيش انك انت تستخدميه في الفريسكا، او في معجنات معينة بينفع فيها، وفي معجنات تاني انا بنصحكيش بيها. يعني اللي هو العيش الدقيق اللي هو بتاع العيش المصري او العيش البلدي، فما انصحكيش انك انت تستخدميه في وصفة الفريسكا دي بالذات. تمام. مش هيديكي نتيجة حلوة ومش هتعجبك النتيجة قد الدقيق الفينو. عايزة اقول لكم ان والله فعلا يعني كانوا خفاف وما خدوش وقت كده، وكانوا سهلين وبساط. وبرضو الفيديو ده متصور من بدري جدا. وانا صراحة كنت متكاسلة اني انا اعمل له مونتاج، مش عارفة ليه. بس يعني انا عايزة اقول لكم ان انا بسجل لكم الفيديو ده النهاردة الساعة 7:30 الصبح، يعني بصوا كله نشاط وحيوية. عشان كده قلت لكم في اول فيديو صباح الفل عليكم. هنا هنا بعد ما خمر العجين بتاعي، بدأت كده انزل بلبن. تقدري تحطي صفار بيضة مع اللبن، او تحطي معلقة من نسكافيه، هتديكي لون حلو قوي المخبوزات بتاعتك. انا استكفيت باللبن ونزلت برشة سكر كده فوق الفريسكا بتاعتي. هنشوفها كده مع بعض. هتديني لون عظمة جدا، والنتيجة في الاخر هتبقى مبهرة. انا مش كله حطيت عليه سكر، ومش كل يعني في حطيت عليه لبن بس، وفي حطيت عليه لبن بسكر. هتشوفوا اللي لونها ازاي بسكر، واللي من غير سكر هتشوفوا لونها ازاي. دي كده بعد ما طلعت الفريسكا بتاعتي من الفرن. بصوا اللون تحفة من تحت ومن فوق. ما انصحكيش انك انتي توقعي اللبن في الصينية زي ما حصل معايا كده، لاني هتخليها تلزق معاكي. طبعا بمعلقة بتحاولي تطلعيها بالراحة، هي مش هتكون صعبة ولا حاجة، لكن انا ما انصحكيش اصلا انك انتي توقعيه في الصينية. عايزة اقولك ان انا ما فتحتش عليها شواية خالص، انا سبتها على نار، يعني دخلتها الفرن النار كانت حامية من تحت. تمام. سبتها حوالي ربع ساعة او 17 دقيقة بالظبط، وانتي بتتابعيها طبعا. بصوا شايفين النتيجة عظمة ازاي من تحت ومن فوق. هي سخنة جدا بوريها لكم. من جوه جميلة، يعني بصوا تستاهل انك انتي تجربيها.
جربيها مش هتندمي، وان شاء الله الفيديو يكون عجبك. ودي وصفة النهاردة. لو عايزة تشوفي فيديوهات كتيرة ووصفات كتيرة متنسيش تحطيلي اللايك وتعملي اشتراك للقناة علشان نبقى عيلة كبيرة بيكم حبايب قلبي. هنا الكمية كلها ما خلصتها زي ما قلت لكم، اغلبها ما كنتش حاطة عليهم سكر. آه بس كده بوريها لكم من جوه برضو قد ايه هي كويسه. عملت لي بقى كوبايه شاي بقى وفريسكا جنبيها كده عشان نظبط الاداء. وده كده كان فيديو النهارده ووصفه النهارده. اسيبكم في امان الله واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في امان الله.